السلام عليكم، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير غريبه البهله اللي كتجي من اروع ما يكون. كتجي مشققه مقرمشه بواحد المذاق، يا سلام. طريقه اللي جد سهله وناجحه، واخا تكوني اول مره غادي توجديها غادي تصدق معاك، وغادي نعطيك السر باش تبقى محافظه على القرمشه ديالها واخا تبقى اطول مده عندك. مباشره غادي ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. اول حاجه عندي هنايا 125 غرام ديال الزبده مارغرين، عندي تقريبا نص رابعه، وعندي كاس ديال العنبه وربع ديال السكر كلاصي. هنا عندي كاس ديال السكر كلاصي، وكملت الربع كاس بالسنيده. ممكن انكم ديروا كلشي سكر كلاصي. انا غادي نضيف واحد قبيصه ديال الملح ومعلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نخلطوا هذاك السكر كلاصي مع الزبده مزيان مزيان. ممكن انكم تضاعفوا المكونات الا بغيتوا كميه كثيره. هنا غادي نضيف كاس ونص ديال العنبه ديال الزيت نباتيه، غادي نضيف الكاس الاول وغادي نزيد نص كاس. وهنا عندي كاس ديال العنبه ديال الدقيق اللي حمرته. عندي هنا زلافه مخلطه ما بين اللوز وكاوكاو والجنجلان اللي حمرتهم غير شويه وهرمشتهم، غادي نضيفهم. بالنسبه هنايا ممكن انكم تنسموا باي حاجه بغيتوا. هنايا غادي نخلطوا دوك النواشف مزيان مزيان مع الزيت والزبده حتى غادي نحصلوا على واحد الخليط اللي غادي يكون كريمي. وهنا السر، غادي نضيف معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات او الخميره ديال الخبز. هنا بالنسبه للدقيق غادي تبداو تضيفوا الدقيق بشويه بشويه، وانتم كتعجنوا في العجينه ديالكم. راكم عارفين العجينه ديال البهله خصها تكون قاصحه شويه. هنا غادي نضيف جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلويات. ومباشره هنايا غادي نعطيكم السر اللي كيخلي لكم البهله تبقى محافظه على القرمشه ديالها اطول مده بقات معكم. هنا غادي تضيفوا معلقه كبيره ديال الماء اولا تضيفوا ماء الزهر. صدقوني هاد الاضافه هذه راه كتعطي واحد المذاق. الغريبه ديالكم كتبقى محافظه على القرمشه ديالها واخا تبقى مده طويله. هنا غادي تجمعوا العجينه ديالكم بهذا الشكل هذا. القوام ديال العجينه كما ذكرت معكم تكون قاصحه شويه، يعني ما تكونش قاصحه عاوتاني حتى كتكون كتفرتت. هنايا كما شفتوا معايا غادي نحتاجوا اللاطه الخاصه بالغريبه او البهله، وممكن انكم ديروها حتى في اللاطه العاديه ديال الفران. راه فايت حضرتها معكم حتى في اللاطه العاديه. هنا كتبداو ديروهم كرات اللي كيكونوا شويه بحجم اللي كبير. راكم عارفين الغريبه باش ما كتكون كبيره باش ما كتجي مشقه مزيان، وفي نفس الوقت كتجي فيها واحد المنظر اللي زوين بزاف. بالنسبه هنا كتعاودوا تضغطوا عليهم باش ما يهبطوش لكم، باش يبقاو يعني شادين في بلاصتهم. وكتدخلوهم للفران الطياب ديال البهله كما كنطيب انا في الفران ديال الضو على درجه حراره 260 درجه. كيكون الفران من قبل سخون، كديروها في الفوق حتى كتشقق، كتبان لكم تشقات كلها عاد باش كتهبطوها لتحت باش كتكمل الطياب ديالها وكتجي بهذا الشكل هذا. كتجي كلها مشققه